مع فريق الشرطة خلال هذا الموسم الذي جاء خلفا للمدرب أحمد صلاح. تعادل في مباراتين وفاز في مباراة، واليوم هي المباراة الرابعة تعتبر للمدرب المصري محمد عبد العظيم. إذن الدولي مهند قاسم هو اللي يدير هذا اللقاء، يعلن عن بداية اللقاء للشرطة اللي يلعب باللون البنفسجي من اليمين لليسار بين نوروز والشرطة. هذا الموسم الرابع لنوروز في دوري الكبار. محمد دلاور مدافع اليمين ينقل الكرة داخل منطقة الجزاء. مروان عملية الارتقاء، حكام هاشم تعود للوسط الآن لمصلحة فريق نوروز. هذا مروان يحاول أن يمر، اللاعب الخبرة ينقل الكرة أمامية لأسو، ممكن يسجل أسو، سبق وأن سجل في مرمى الشرطة في أول مواجهة. الصراع موجود في المنتصف، عملية تغيير هنا. المواس يحاول أن يمر، المواس يحاول ينقل الكرة داخل منطقة الجزاء، ممكن استقبال من مهند علي لكن دفاعات نوروز والإبعاد. هذا راستكو، كرة حائرة برؤوس اللاعبين لنوروز ولفريق الشرطة. الشرطة تنفذ بشكل سريع. هذا حسين علي يحاول أن يمر أقرب لأحمد يحيى، ينقل كرة للمواس داخل منطقة جزاء نوروز. المواس أمام منطقة الجزاء. سجاد لعبد المجيد يحاول أن يسدد عبد المجيد وتصطد وتبعد إلى من سجلوا أهداف الشرطة في تلك المباراة. هذا مهند علي ينطلق للأمام. ميمي ممكن الآن يزور شباك نوروز. مهند يحاول أن يمر، يسدد على المرمى، يحاول إيجاد المساحة لكن الشرطة الوصول إلى هدف في هذه اللحظات. أحمد محمود إلى مروان يحاول أن يغير لأسو رستم داخل منطقة الجزاء. مروان والحارس أحمد باسل، والحارس أحمد باسل. فرصة كانت لنوروز، فرصة كانت لنوروز عن طريق مروان حسين، حاول أن يزور شباك مرمى فريق الشرطة في هذه اللحظات لكن الحارس أحمد باسل يمنع محاولة مروان وينقذ مرمى فريق الشرطة من هدف كان قريب. النتيجة يعني تعادلوا 2-2 وتعادلوا 1-1 وتعادلوا 4-4 لكن 0-0 ما موجودة. وهنا المواس يسدد على المرمى لكن حارس المرمى هاني شاكر. هاكام والتقدم للأمام. المواس، السرعة للمواس داخل منطقة الجزاء، خطيرة على مرمى نوروز والإبعاد في اللحظات الأخيرة. السنوات الماضية والألقاب مع فريق الشرطة بالإضافة إلى عبد المجيد أبو بكر. محاولة داخل منطقة الجزاء وأحمد باسل عملية الإبعاد. دلاور يحاول أن يسدد على المرمى. دلاور تصطد وتصل لأحمد باسل، تصل لأحمد باسل حارس الأردني. محمد زريقات أول مباراة يشارك من خلالها مع فريق نوروز خلال هذه المباراة، ومحاولة خطيرة على المرمى وسجل. القائم الأيسر، القائم الأيسر يمنع أخطر محاولات الشرطة. كان ممكن سجاد عملية لف ودوران أكثر من رائعة من سجاد جاسم لكن القائم الأيمن لمرمى إلى آسو رستم. مر آسو خطيرة لنوروز. آسو جهة اليسار، نوروز قريبة لمنطقة جزاء الشرطة داخل منطقة الجزاء. مهند، مروان حسين يفتتح التسجيل لفريق نوروز، يفتتح التسجيل في مرمى الشرطة في هذه اللحظات. يسجل لنوروز مروان حسين، يرتقي على مدافعي فريق الشرطة ويضعها في المرمى على يمين الحارس أحمد باسل. لا يحتفل مروان ويعتذر من جماهير الشرطة. هو سجل في الموسم الماضي المباراة اللي انتهت 1-1 ما بين الفريقين بعد ما سجل مروان حسين وسجل محمود المواس. يعود من جديد مروان حسين ويسجل من خلال هذا اللقاء هدف أول لنوروز. لاحظ من صنع اللاعب أسو رستم على رأس مروان حسين اللي يمتاز بالكرات العالية والتسجيل في مثل هذه الكرات. اللاعب مروان حسين يضعها على يمين أحمد باسل، يسجل أول أهداف المباراة لنوروز في مرمى الشرطة. مروان حسين يعود أو مركز الوصاف خلف الشرطة. هنا المحاولة خطيرة على مرمى فريق الشرطة. هناك ثغرات في خط الدفاع لفريق الشرطة لكن آسو رستم ينفذ الخطأ. الشرطة داخل منطقة الجزاء 0. حارس المرمى هاني خطيرة، ممكن عبد المجيد يضعها في المرمى. المحاولة تستمر. مهند وطالت على مهند علي أقرب للمواس. ممكن المواس يعيدون الشرطة إلى هدف تعادل قبل نهاية الشوط الأول. هذا مهند على استقبال وبكرة مقصية لكن سهلة تصل أمام نوروز في هذا اللقاء. ركلة حرة دائما، ركلة ركنية دائما مع نوروز يحرج فريق الشرطة. ومهند علي الرأسية مرت من أمام محمد زريقات من أمام. يعود ويسجل ويتقدم ويقلب الطاولة على فريق نوروز لكن قدم شوط أول ممتاز نوروز. كرة قريبة للمواس، يحاول على المرمى وهاني شاكر حارس المرمى لنوروز. المواس
المواس يحاول زيارة مرمى فريق نوروز، لكن هاني شاكر بعد. لاحظ هنا الإعادة والمرور الناجح عن طريق أحمد فرحان اللي هياها للمواس. عيدها لأحمد فرحان، يحاول غير اللعب لجهة اليمين. الإصابة أبعدته كثيرا طبعا أحمد فرحان عن تشكيل فريق الشرطة داخل منطقة الجزاء. وائل بن عثمان يرتقي للأعلى، ولحد الآن الشرطة لم يجد الحلول، لم يجد الحل للوصول إلى مرمى نوروز. محاولة تستمر. أحمد فرحان داخل منطقة الجزاء، ممكن تغالط الحارس داخل منطقة الجزاء. وحمزة عدنان من أمام الأثيوبي جات رشبانهم، تعود إلى أمير صباح داخل منطقة الجزاء. ومهند علي مرت على مهند علي، وخروج خاطئ لمهند علي. سجاد عملية تحضير جهة اليمين تعمل بشكل كبير داخل منطقة الجزاء. يدافع لاعبي نوروز أمام محاولات الشرطة منذ بداية الشوط الثاني، والشرطة يحاصر مرمى نوروز. والحارس هاني شاكر من أمام مهند علي ميمي. مهند علي وطيران من حارس المرمى هاني، حارس المرمى لنادي نوروز، يبعدها إلى ركلة ركنية. ومرت كرة أحمد فرحان. الله 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 الله. فريق الشرطة مرة كرات تبتعد عن المرمى، مرة يدافع لاعبين الشرطة. الأطراف بدأت تعمل بشكل كبير بالنسبة لفريق الشرطة، ويحاصر مرمى نوروز، يحاول أن يعدل. هذا مهند، مرت أمير، ممكن يسدد على المرمى. أمير صباح، وطائشة كرة أمير صباح بعيدة عن مرمى نوروز. أمير دانييل، حمزة عدنان حاول التقدم، عملية التمرير إلى آسو رستم، خطيرة على مرمى فريق الشرطة، ممكن يفعلها آسو ويسجل. آسو رستم يحاول أن يمر من دفاعات الشرطة، لكن الكثافة الدفاعية لفريق الشرطة على ملعب الكوت، فقد نقطتين أمام ديالة، وهذه كانت ممكن تعطي التقدم لفريق الشرطة من خلال أساسي، وتقي موجود في دكة البدلاء لفريق نوروز. من قدم مباريات كبيرة. هنا المحاولة والتعادل، والشرطة يعدل. هدف تعادل هو ميمي يسجل هدف التعادل، هدف التعادل للقيثارة الخضراء. يعدل النتيجة الشرطة في هذه اللحظات، ومهند علي يضعها في مرمى نوروز، ويطلق الأفراح على المدرجات لجماهير الشرطة بعد هدف التعديل لمهند علي. يصل إلى هدف الحادي عشر. لاحظ الإعادة بغفلة من دفاعات ولاعبي نوروز، وعدم التمركز للاعبي نوروز، تمركز خاطئ يستغل مهند علي ويضعها في المرمى ليسجل هدف تعادل للشرطة. مهند علي يضعها في المقص الأيمن لمرمى فريق نوروز، ويعدل النتيجة لفريق الشرطة. 1-1 الآن. عادل أحمد يحيى جهة يسار الشرطة، عملية تمرير الأمام، خطرة الآن على مرمى نوروز. أحمد فرحان ممكن يطلق الفرحة على مدرجات جماهير الشرطة داخل منطقة الجزاء، وحمزة عدنان يبعدها إلى ركلة ركنية. ركلة ركنية. أمير صباح والشرطة يبحث عن هدف ثاني داخل منطقة الجزاء ومن قلب المرمى. الركنية أمير صباح دائما يلعب الرمية الجانبية داخل منطقة الجزاء، عملية ارتقاء خطيرة على مرمى نوروز، والحارس دور ناجح من أحمد فرحان جهة اليسار. لوكاس للمواس، من لوكاس للمواس، خطيرة الشرطة. ممكن ثاني. أمير جول ثاني، هدف ثاني للقيثارة. القيثارة يعزف أجمل أوتار ألحان في هذه اللحظات، أوتار القيثارة تعزف اللحن الجميل في هذه اللحظات. وأمير صباح يطلق الأفراح بمساعدة مدافع فريق نوروز. هدف ثاني للقيثارة الخضراء، هدف ثاني للقيثارة، والعين على الصدارة، والقيثارة بهذا الهدف إلى الصدارة. لاحظ الإعادة، المواس ولوكاس، بعد ذلك أمير بهذه الطريقة مررها، والدفاع يخطئ، وهدف في مرمى نوروز لتركلة حرة مباشرة. أسو رستم، سيفان عمر قريب من أسو، يلعبها على المرمى بالمباشر، خطيرة، وهدف التعادل لنوروز. أي إثارة في هذه اللحظات. نوروز يعدل النتيجة الآن، هدف تعادل في وقت قاتل،
هدف تعادل في وقت قاتل. عدل نوروز، عدل نوروز، عدل النتيجة نوروز بهدف قاتل، بهدف قاتل في مرمى الشرطة. هذه الأفراح لجماهير نوروز، هدف تعادل. اللحظات الأخيرة كانت مثيرة، العقد الإعادة لعب بهذه الطريقة اللاعب أسروستوم والراسية بهدف. من سجل هدف التعادل؟ من جاء بالتعادل؟ من سجل التعادل؟ هل كانت بخطأ دفاعي؟ هدف تعادل لفريق نوروز، هدف تعادل لفريق نوروز. لاحظ الارتكاز.